منس، بتعمل ايه يا صاحبي؟ بحل شوية ألغاز كده بالعربي، بس في شوية ألغاز كده واقفة معايا مش عارف أحلها. طب قول لي اي حاجه كده يا صاحبي ممكن اساعدك. حيوان بيبدأ بحرف السين. هي دي محتاجه كلام يا منس؟ صقر. يا ابن اللعيبة يا أبو العربي. طب خد السؤال التاني ده. سلاح فتاك يبدأ بحرف الشين. شبشب. ده كانت تايهة عن بالي، دي فين دي بقى؟ طب خد السؤال ده بقى كمان. أخت أمك بس مش خالتك. اخت امي بس مش خالتي، يعني ازاي دي يا منس؟ عرفتها يا منس، مرات ابوك. مرات أبوك ازاي بس يا أبو العربي؟ هي مرات أبوك أخت أمك؟ لا دي صعبة بصراحة يا منس، قول حاجة تانية. طيب ماشي. طيب أبو أخوك بس مش أبوك. ابو اخويا بس مش ابويا. جوز امي. جوز أمي؟ صح. ما هيبقى أبو أخويا ومش أبويا. تصدق صح يا حموكشة، يبقى أبو أخويا ومش أبويا، صح. عيب عليك يا اسطى، ده انت معاك بنك معلومات. يا ابن اللعيبة يا أبو العربي. ايه تاني يا منس؟ جمع كلمة اختبوت. اختباطات. طب جمع كلمة سكر. سكريات. انت متأكد يا حموكشة ولا بتهبد أي أهبد وخلاص؟ عيب عليك يا منس، ده انت قاعد مع معجم لغوي. يعني ايه معجم لغوي ده يا أبو العربي؟ لا ده حاجات لو عرفتوها تبقى عمر. طيب له عين ولا يرى. جاوب يا عم المعجم. هي دي مش سهلة يا منس. الباب له عين سحرية بس ما بيشوفش. يا ابن اللعيبة، انت بتذاكر من ورايا يا ابو العربي؟ ده احنا قاعدين 24 ساعة مع بعض، بتلحق تعرف الحاجات دي كلها امتى؟ يا اسطى الذكاء ده له ناس، مش ذنبك يعني. ده بص يا عم الذكي، بيقول لك انت عندك 3 سنين واخوك اكبر منك بمرتين. لما يبقى عندك 5 سنين اخوك هيبقى عنده كام سنة؟ يلا يا عم الذكي. لما يكون انا عندي 3 واخويا اكبر مني مرتين يبقى هو عنده 6. لما يكون انا بقى عندي 5 سنين نحط عليهم 2 وهو عنده 6 يبقى 8. هيبقى عنده 8. انا اصلا مش عارف صح ولا غلط، بس الناس هي اللي هتقول لنا وتكتب لنا في الكومنتات صح ولا غلط، عشان شكلك كده بتشتغلني من الصبح. خلصانة يا ابو الصحاب. خد دي بقى بالعربي. 4 اشخاص قاعدين في بيت مظلم، يعني مفيش فيه كهرباء. واحد، الاربعة دول بقى، واحد اعمى وواحد اطرش وواحد اخرس وواحد مشلول. لو جرس البيت رن، مين اللي هيفتح الباب؟ الأعمى يقول للأطرش قوم افتح. طب ما هو الأطرش ما بيسمعش. طب الأعمى يقول للأخرس قوم افتح، هو الأخرس بيسمع. طب المشلول، ما هو المشلول ما بيقومش. مش عارف يا منس، بصراحة دي صعبة شوية. يا ابني ولا ده هيقول لي ده ولا ده هيقول له ده. هو اصلا بيقول لك في البيت المظلم اللي ما فيهوش نور، يعني البيت ما فيش فيه كهرباء اصلا، والجرس هيرن ازاي بقى فكيك؟ يا ابن اللعيبة يا منس، ما خدتش بالي اصلا ان البيت مظلم ما فيش فيه نور. انا اصلا ما اعرفش ان كان اجابتي صح ولا غلط يا ابو العربي، بس على ما اعتقد يعني. هي اقرب للواقع يا منس. طب قول اللي بعده يا منس. الجرح الذي لا ينزف ابدا. الجرح اللي ما بينزفش ابدا؟ وايه الجرح اللي ما بينزفش خالص ده؟ هو جرح تاني ولا ايه؟ مش عارف يا حموكش، ده جنني خالص السؤال ده.
طب اللي يعرف يا جماعة يكتب لنا في الكومنتات. ايه تاني يا اسطى؟ اسم ولد من 4 حروف، لو شلنا آخر حرف منه يبقى اسم من أفراد العائلة. اسم ولد من 4 حروف، لو شلنا آخر حرف منه يبقى فرد من أفراد العائلة. لو قلنا مثلا أخت، يبقى لا غيروا مني، غيروا، مش عارفة. بيقول لك عدد لو ضربناه في 4 وجمعنا عليه 4 وطرحنا منه 4 وقسمناه على 4 بيديك 4. نضيف على 4 ونطرح منه 4 يبقى -4 مع -4 يطيروا مع بعض، ونضرب في 4 ونقسمه على 4 يدينا 4. والله ما عارف يا منس، بس أنا شاكك في 4. أنا عارف طول عمرك بتكره الرياضة بالعربي. عقدتي من وأنا صغير يا منس، ندور على غيره. طيب، شيء في السماء إذا أضفت له حرفا أصبح في الأرض. شيء في السماء لو ضفنا له حرف يبقى في الأرض. نقول مثلا كوكب، لو حطينا له ايه يبقى كوكبة. لا. مثلا نقول نجم، لو حطينا له ت مربوطة تبقى نجمة. نجمة ياسمين صبري. أنت بتفتي على فكرة بالعربي. يا عم لما افتي احسن ما اكون قاعد زي بلاص المشي كده ماليش لازمة. لاحظ إن كلامك جارح يا اسطى. خلاص يا منس ما تزعلش مني. يا اسطى أنا مش زعلان، بس الألغاز دي مجنناني بصراحة ومش عارف أحلها. يا ريت يا جماعة اللي يعرف حل لغز من الألغاز اللي احنا ما حلناهاش ديت يكتبها لنا في الكومنتات. اما نشوف بقى المواهب اللي عندنا. يلا تصبحوا على خير.